احنا ليه ماتش النادي الاهلي ونادي مودرن سبورت ما فيهوش حتى الرعايه على الشاشات اللي جنب الملاعب؟ ليه؟ نفسي افهم الخطوه الموجوده هنا. تعالى وانا طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني؟ وانا نفسي افهم كلمه. هو النادي الاهلي ونادي مودرن سبورت بيلعبوا الساعه 9 على قناه اون تايم سبورت، وكمان فيهاش رعايه، واول جوله مع النادي الاهلي المصري من الدوري النايل. ده ينفع يا جماعه ولا ده مش هينفع؟ عموما يعني انا مش عارف يعني. يا رب، يا رب من كل من السلام عليكم بقى. طبعا عارف. اقول لك ليه السبب. السبب ممكن يكون من تبع الغرامات، الاعلانات الرسميه، والله اعلم. اما احنا شفنا اعلانات ماتش نادي بيراميدز في ماتش اول جوله ليهم، وكان فيها اعلانات وكان على استاد السويس. ليه ما عدا استاد القاهره الدولي مفيهوش رعايه؟ تعالوا عنه. استاد القاهره الدولي هو ما مضاش مع شركات عالميه، ما مضاش لسه مع شركات قويه زي شركات الاهلي اللي معاه. هو ليه يا عم تنعرف؟ اما هو في خطوه ثانيه، يعني لما تدخل شركات النادي الاهلي وتدخل شركات نادي مودرن سبورت مع بعض وتحطهم في الاعلانات الرسميه وتحط الشاشات، ليه تخسر ده كله ليه؟ يا عم بجري يا عم، اتفرج على الماتش يلا بسرعه يا عم. احنا كده الماتش كده خلص 2-2 وكده تعادلنا، يعني احنا لسه خدنا كل واحد خد نقطه وكل واحد خد نقطه، يعني لسه فاضل لنا جولات كبيره. ويا رب نركز على الماتش المره الجايه، مش عايزين نركز وعايزين نفوق الماتش اللي جايه. عايزين نصحى، عايزين نصحى. اعمل لك سبسكرايب.